التدرج الوظيفي للديزاينر. هو ايه التدرج الطبيعي للديزاينر؟ الديزاينر بيبدأ من بعد مرحلة تعلم اساسيات الماركتينج، لانك لازم تفهم تسويق الاول. مهم في المرحلة دي تعرف الهرم ده: الهوك، الفاليو، السي تي اي. الهوك هو اكبر مساحة عندك تشد الانتباه، والفاليو هي القيمة او قيمة التصميم والمنتج اللي بتسوق له، والسي تي اي هو الاكشن اللي العميل هياخده لما يشوف البوست. بعد كده بتبقى جينيور، بتحاول تشتغل في اي شركة او فريلانس او تنفذ تصميمات خيالية من عندك. بعد فترة من الشغل الكتير بتنتقل من مرحلة الجينيور لمرحلة الميد ليفل، وهي مرحلة انك فاهم هتعمل ايه، لسه في اخطاء تكنيكال في التصميم محتاج سينيور يكون معاك يقول لك عليها. بعد كده بتنتقل لفترة السينيور، وهنا بتقدر تطلع الرؤية الكاملة بلا أي تعديل تكنيكال، لأنك خلاص بقالك أكتر من 4 سنين شغال في نفس الشغلانة ولميت كل التفاصيل بتاعتها، وبتعرف تشتغل على فوتوشوب وإلستريتور وإن ديزاين، وكمان بتبقى مختار هتكمل أفتر إفكت ولا أدوب بريمير. بعد كده بتوصل لمرحلة التيم ليدر، وهنا بتبقى مسؤول عن مراجعة الشغل اللي طالع من التيم، وإنك توزع التاسكات كلها على التيم وإنت عارف مين هيطلع التاسك ده بالشكل المناسب. بعد كده بتوصل لاخر مرحله وهي الارت دايركتور، وهنا بتبقى زي المخرج، تقدر تطلع الرؤيه الفنيه الكامله وتوصل المعنى الخاص بيها. كمان بتبقى فاهم في التصوير والاضاءه والمونتاج والديكور، لانك هتبقى اتعودت على تكوين الصوره بشكل صحيح. شطارتك هنا انك تعلي من نفسك اكتر وتدخل تحديات اكتر عشان تقدر تطور من شغلك. بس كده، لو حابب مجال الجرافيك ديزاين اعمل لي فولو.